المقررين وثائق مسربة تكشف عن اتفاق عسكري سري بين تونس والجزائر وقع في العاصمة الجزائرية بعيدا عن البرلمان والرأي العام. الاتفاق يمنح القوات الجزائرية حق التوغل داخل التراب التونسي لمسافة 50 كيلومترا لملاحقة عناصر مصنفة تقرير مسرب يتحدث عن اتفاق عسكري سري بين تونس والجزائر وقع في الجزائر العاصمة. الوثائق تنسب للزيارة التي قام بها وزير الدفاع التونسي خالد الشيلي إلى الجزائر. الاتفاق قدم كتعزيز لتعاون 2001 ضد التهديدات العابرة للحدود. التسريبات تزعم حق التوغل حتى 50 كيلومترا داخل التراب التونسي لملاحقة عناصر مصنفة إرهابية، مع إمكانية توسيع التدخل لحماية السلطات أو ضمان استمرارية الدولة بطلب رسمي من تونس. وتمنع البنود تونس من إبرام اتفاقات عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث دون موافقة الجزائر، كما تتحدث عن موارد عينية تقدمها تونس مقابل أي تدخل، بينما تلتزم الجزائر بغرامات مالية فقط عند الإخلال. هذه الوثائق مفبركة ولا أساس لها من الصحة. بين نفي رسمي وقلق منظمات ومدونين، الجدل يتصاعد حول السيادة والشفافية. غياب نشر رسمي ونقاش برلماني يثير أسئلة ديمقراطية. تبقى المعلومات رهن التحقق. نتابع التطورات أولا بأول.